ايه اسهل حاجه تعملها لما تفشل؟ تقول ربنا مش كاتبها لي. بس السؤال الحقيقي هنا، هو انت اصلا حاولت؟ في فرق كبير بين التوكل والتواكل. التوكل هو انك تتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، بس تتعب وتشقى وتجتهد وتقع وتقوم تاني. المهم انك ما تنكسرش وتحاول وتقول يا رب اكتب لي الخير. التواكل انك ما تتحركش من مكانك، انك ما تعملش حاجه المفروض تعملها عشان توصل، ولما النتيجه تيجي في الاخر عكس ما انت عاوز تقول قدر الله وما شاء فعل، مش من نصيبي اصلا. لكن ده غلط، لانك انت ما عملتش ولا تعبت عشان توصل للحاجه اللي انت عاوزها. احنا بنخاف نحاول عشان ما نرهقش نفسنا ونتعب، ولما النتيجه ما تجيش نتكسر. قدر الله وما شاء فعل، نرمي على النصيب وعلى القدر. لكن ده مش صح. طالب في الثانويه العامه كل اللي بيعمله بيروح الدروس وبيجي، لا بيذاكر ولا بيعمل اللي عليه ولا بيجتهد عشان يوصل للنتيجه اللي هو عاوزها، وفي اخر السنه لما النتيجه تظهر تقول قدر الله وما شاء فعل، نصيبي كده. بس ده طبعا مش صح. سيدنا عمر بن الخطاب كل ما يروح المسجد طول الوقت يلاقي الراجل ده قاعد في المسجد بيتعبد، لا بيشتغل ولا بيجتهد ولا بيعمل حاجه خالص غير انه قاعد في المسجد. فساله من يعوله؟ قال له اخي. قال له اخوك اعبد منك. العباده مش انك تقعد او تلتزم او تنسى الدنيا، العمل ده هو عباده. اجتهادك ومسؤوليتك عباده، الكد والاجتهاد هو عباده. العباده والالتزام مش مجرد انك تقعد في مسجد وطول الوقت تتعب. العباده هي العمل. العمل عباده. اشتغل واجتهد وهتلاقي ربنا بيكرمك، وربنا بيتقبل منك عملك ويتقبل منك التزامك وعبادتك له سبحانه وتعالى. بنبص حوالينا نلاقي ناس بيستخدموا الدين كغطاء لتقصيرهم في اداء عملهم. زي ما قلنا من شويه ان الطالب بيقول مش نصيبي وهو اصلا ما عملش اللي عليه. في اطفال لما تقول لهم ان شاء الله يقول لك لا ما تقولش ان شاء الله، قول انك هتعمل بس ما تقولش ان شاء الله. احنا بدانا نكره الناس دي في ان شاء الله في الحاجات اللي احنا لازم نلتزم بيها عشان قلنا ان شاء الله. ان شاء الله بدون نيه، بدون اجتهاد وعمل مش هتتم. لكن انك تقولها مجرد ارضاء لنفسك او ارضاء للشخص اللي قدامك، فده بيهد. اللي بيستخبى دايما ورا الكلام الجميل ده بيضيع فرص كتير قوي. محتاجه بس خطوه، محتاجه يتعب للحظه، محتاجه انه يوصل، محتاجه انه يحدد اهدافه. اللي بيستخبى هو الفاشل، هو اللي دايما مش عارف ما بيحاولش. محاولتك ووقوعك هي بدايه نجاحك وبدايه طريقك وبدايه تحقيق هدفك. كل ما وقعت كل ما اتعلمت، وكل ما تتعلم كل ما تقرب من هدفك وتبعد عن اللي وقعك قبل كده. انا مش بتكلم عن حد معين، انا بتكلم عن نفسي قبلك. كم مره قلت مش وقته ولما ربنا يريد وقدر الله ما شاء فعل؟ كم مره استخبيت ورا الكلام ده وانت اصلا ما حاولتش وما قمتش وما اتحركتش، وواقف مكانك وما خدتش الخطوات ولا شفت الطريق اصلا اللي هيوديك للي انت عاوز تعمله. سيدنا يوسف عليه السلام وهو في السجن، لو ما كانش قال لصاحبه اتكلم عني قدام الملك ما كانش طلع من السجن. خد بالاسباب وما قالش لما ربنا يريد. قال لصاحبه اتكلم لما جه الحلم اللي حلمه الملك، فقال له ان في يوسف عليه السلام في السجن وهو بيقدر يفسر الاحلام. ذكره ان هو يذكره قدام الملك. طب لو ما كانش يذكره ممكن ما كانش هيجيب سيرته، بس هو خد بالاسباب قال، وهو فعلا يعرف ومتوكل على ربنا، فربنا اعانه وخرجه من السجن وظلماته. الدين عمره ما كان مبرر للكسل. الدين مسؤوليه. الكلام الجميل وراه مسؤوليه عظيمه عليك. يعني لما تقول لابنك ان شاء الله هعمل، فدي مسؤوليه انت رميتها على نفسك عشان تنفذها، مش عشان تهرب بيها من طلب او من مسؤوليه عليك. المسؤوليه انت بتحط نفسك بيها بالكلام اللي انت بتقوله، لو مش قدام عيالك قدام ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك عشان كل حاجه محسوبه عليك، سواء ليك او عليك فهي محسوبه. عدم ثقتك بنفسك بتخليك تتخفى وراء ربنا. مش رايد، لا، انت ما عملتش واجتهدت واستنيت النتيجه من ربنا سبحانه وتعالى. لانك لو كنت اجتهدت وتعبت النتيجه حتى لو مش على كيفك فهو الخير ليك من ربنا. اسال نفسك النهارده، هل انا بتوكل على الله فعلا ولا انا بستخبى ورا الكلام اللي بقوله ان شاء الله وما حصلش نصيب ولو ربنا رايد هيكون. خد بالك الدين مش شماعه او الكلام ده بدون مسؤوليه. اي حاجه انت بتطلعها من جواك فهي مسؤوليه عليك قدام ربنا وقدام نفسك وقدام الشخص اللي انت بتوعده، سواء وعدت ابنك سواء وعدت زوجتك سواء وعدت اي حد ايا كان هو ايه. فانت مسؤول عن كل وعد، مسؤول عن كل كلمه بتخرجها. فخليك قد المسؤوليه. راجع نفسك، حاول ما تستخدمش